وخماسي، بخاري وخماسي. البخور الريحة الطيبة اللي بتفوح في الجو وبتديك إحساس بالراحة والهدوء. أول ناس اخترعوه واستخدموه هم المصريين القدماء من آلاف السنين، واللي لسه المصريين وارثينه ومحتفظين بيه وجزء من يومهم لغاية النهاردة. تبدأ الحكاية من الأسرة الخمسة المصرية، يعني من حوالي 4500 سنة من دلوقتي، لما كان المصريين القدماء ساعتها بيدوروا على حاجة توصل دعواتهم وتراتيلهم الدينية للسماء وفي كل أركان المعابد والطرقات. ومن هنا ظهر اختراع البخور، بأن المصريين كانوا بيحطوا النباتات العطرية والريتنجات ويولعوا فيهم علشان دخانهم العطر ابو ريحه حلوه يفوح في المعبد ويفوح في كل مكان ويتصاعد للسماء ويكون مصاحب ليهم الدعوات والتراتيل الدينيه. فالمصريين القدماء كانوا بيبخروا قدام تماثيل الالهه في المعابد، زي ما كان بيحصل في معبد الكرنك ومعبد الاقصر، واللي كان فيهم اماكن مخصصه زي مباخر كده لحرق البخور. وعندنا برديات قديمه جدا زي برديه اني اللي بترصد مشاهد للكهنه وهم بيبخروا الجثث وهي بتتحنط علشان صلواتهم ودعواتهم تطلع مع روح المتوفى في سلام. والموضوع اتطور مع المصريين وما بقوش بيبخروا بالنباتات المحليه المصريه بس، دول كانوا بيستوردوا اللبان والمر والصمغ من بلاد بونت على سبيل المثال، واللي هي تقريبا حاليا الصومال واثيوبيا. وده اللي احنا عرفناه من جدران معبد حتشبسوت، واللي كان بتوصف فيها رحلات المصريين القدماء لبلاد بونت، وقد ايه المصريين القدماء كان عندهم علاقات قويه جدا مع كل الدول المجاوره وخاصه منطقه القرن الافريقي. وتمر الاف السنين والكنيسه والمسيحيين المصريين يورثوا عاده البخور، ويكون البخور جزء من طقوسهم الدينيه وبيستخدموه في القداس والصلوات، ودي تعتبر وسيله لتطهير المكان والاستحضار الروحاني. وتوارثوا برضو المصريين المسلمين والبخور في الشوارع، الجوامع، الافراح والموالد، وخصوصا البخور يوم الجمعه. البخور يوم الجمعه عند المصريين شيء مهم واساسي جدا جدا. الخراط وتوارث البخور في المصريين من الاف السنين ولغايه النهارده ده توارث للعاده واسبابها. يعني احنا بنلاقي نفس الاسباب تقريبا، ونلاقي الام المصريه بتبخر ابنها علشان تفك عنه النحس، ونفس الام المصريه تبخر بنتها علشان تحميها من العين والحسد، والراجل المصري صاحب الدكانه بيبخر الدكانه بتاعته علشان يوسع باب رزقه ويبارك في التجاره. فدايما هتلاقي مصري ماشي وماسك مبخره في الشارع، في المولد، في الفرح، وده برضه نفس الاسباب اللي احنا لسه قايلينها. فالبخور جزء مننا كمصريين وجزء من التراث الشعبي المصري. وكان معكم حورس قبطي مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.